وحقيقة لا نرمي الورود على أحد أو تحت أقدام أحد. فوزي لقجع رجل بكاريزما، رجل غير الأعداد في معادلة الكرة الإفريقية بالنسبة للمغرب بطبيعة الحال، وكذلك على المستوى الدولي بالنسبة للمغرب بطبيعة الحال. لا يسعنا إلا أن نتمنى التوفيق لفوزي لقجع وأمثال فوزي لقجع اللي عنده رغبة، إرادة، حب لهذا البلد، أنه يمشي به مزيان في كل الميادين. احنا ندافع عن منطق، نحن نتحدث عن منطق وبمنطق. نحن نسعى لأن نقول أنت على خطأ، عد إلى صوابك، عد إلى رشدك. التاريخ يجمعنا، اللغة تجمعنا، الدين يجمعنا، الجغرافيا تجمعنا يا جزائر. الدم يجمعنا، دم القرابة يجمعنا. ياما أبناء مغاربة هناك في الجزائر بعدما تم ترحيلنا، ما يقارب 45 ألف شخص تم ترحيله في سنوات 1975، ترحيلهم هكذا قسرا غصبا حقدا. فللأسف بقوا وليدات المغاربة من أب مغربي أو من أم مغربية، بقوا هناك في الجزائر. الدم بيناتنا، الجغرافيا بيناتنا، الدين بيناتنا، اللغة بيناتنا، عربية أمازيغية. لماذا هذا العناد؟ لماذا هذا الحقد؟ ولماذا هذه المكائد يا عسكر الجزائر؟ فلذلك هذا هو غرضنا، هذا هو هدفنا، نوضح الحقائق ونقول أنتم على خطأ وعلى عودوا إلى رشدكم.